ايه السبب ورا تراجع اداء ليفربول الغريب جدا في الدوري؟ وده مش طبيعي على ليفربول لان بقاله فتره انت متعود دايما اللي هو بينافس على الدوري، ولكن خروج ماني فعلا اثر على الفرقه بالشكل ده. كل الناس بتقول ان ماني هو السبب، فعلا ماني هو السبب، ولكن مش ماني السبب الرئيسي في تطور الاداء، ولكن ايضا السبب الكبير هي اداره ليفربول عشان ما حضرتش لخروج ماني. هي قعدت معاه كتير واتفقت معاه كتير ان هو يفضل موجود، ولكن هو كان عايز ياخد تجربه تانية. ليفربول في ظل الضغط العالي جدا كان ساعات بيزاولوا ان في فرق بتدافع وما كانش بيقدر يكسر التكتلات الدفاعيه، واي حد هيتفرج او عارف كوره عارف ان صلاح او لعيبه ليفربول معظمهم ما بيقدروش يكسروا التكتلات الدفاعيه دي زي ما ماني بيقدر بحرفنته ان هو ياخد الكوره وبيطلع بيها. محدش في جودة ماني في الواحد على واحد وان هو يخترق التكتلات دي، فبيشيل الضغط على صلاح وكان بيساعد المنظومة انها تجيب جوان. فكان دور ماني كبير جدا 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 مع منظومة ليفربول، وادارة ليفربول كمان ما قدرتش تجيب حد يعوض ده. عوض ده ببدايل زي جاكبو برضو محتاج ان هو حد يحركه، يلعبوا من غير كوره وبيتحرك كويس جدا. صلاح نفس الكلام. كل الصفقات اللي جايه تقريبا محدش جه ان هو يساعد خطه ليفربول ان هو عنده حد مهاري، مفيش غير لويس دياز وللاسف اتصاب. وانت قول لنا ايه رايك في تراجع ليفربول في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.